كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. لو حابين تعرفوا تفاصيل عن منعة الصواعق في دبلومة كونسلتير جوه كورس ديستريبيوشن، سواء حسابات أو التصميم بتاع منعة الصواعق بناء على الكود الأمريكي أو الكود الأوروبي، تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض عشان نعرف احنا بنقدم ايه كونسلتير بخصوص منعة الصواعق. يلا بينا نشوف الفيديو دوت. أول حاجة معانا هتبقى ازاي بنعمل منعة الصواعق بناء على الكود الامريكي ال NFPA. بنبدأ مع بعض بنحط الاير تيرمينال فوق الروف بناء على ال NFPA. بنعمل المش بتاعة ال NFPA، بنبين توصيلات. طبعا الشغل بتاعنا ما بيخلوش عن ازاي اوصل لكم المعلومة بشكل 3D خلال الكورس، ما بيبقاش بس ان انا عمال بشرح في ال2D. طبعا بنستخدم الرولينج سفير اللي هتبين لي ايه هي الاماكن اللي المفروض يكون ليها حماية فوق الروف. تاني حاجة بقى ازاي هنشتغل الكلام ده في الكود البريطاني. برضو عندي التفاصيل المملة، عندي شكل فصيل منعة الصواعق اللي هي خاصة بال NFPA. زي ما قلت لكم ان المثال بتاعنا مش هيخلو من التفاصيل. زي ما انتم شايفين عندنا هنا ده شكل الكوندكتور اللي بيبقى طالع وبيتربط على مكنة زي التشيلر في الروف. برضو هنا بنستخدم نظرية ال 3D عشان نبين شكل الكوندكتور المش اللي بتتحرك على أرضية الروف، والكوندكتور اللي بيطلع معايا علشان البروتروجن والأجزاء بارزة فوق الروف. ضمن ببين السيناريوهات كاملة هو شكل الداون كوندكتور، وازاي انا باخده وانزل بيه على ابيار خاصة او على كونكشن خاص ليه لكل داون كوندكتور على شبكة الارضي. وكمان ببين التست لينك وبنبين تفاصيل الكلام دوت طبعا بوضوح. وبرضو عندنا هنا بنعمل 3D مخصوص بنشرح فيه الاير تيرمينال بتاعتنا اللي هي بتاخد شكل كون، والكون ده المفروض ان الكفرج اريا او الجسم بتاع الكون ده بيغطي الاكويبمنت اللي فوق الروف. وكل ما يغطيش جزء معين بحتاج ان انا اعمل زون تانية او اضيف واحد تاني كفر زون تانية. ده طبعا كله بنتكلم على الكود. طبعا احنا متوصيين بالجزء التكنيكال كويس جدا، وبنتكلم على NFPA على الحسابات بتاعت البريتش. بنتكلم على تفاصيل مملة جوه الأكواد عشان تبقى مكفر كل حاجة ومغطيها. وده اكزامبل برضو على المباني العالية، وبنتكلم على كل دوت بالتفصيل. بريف سريع عن المحتوى بتاع اللايت. بس كمهندس مبتدئ على الإطلاق، ده مهندس قديم عايز تحترف وتحقق أهدافك في التصميم وانت مرتاح. الشغل التعب عليه كتير، قعدت فيه سنين، وبقدمه لكم على طبق من فضة. واتمنى اللي هيشترك معايا في الدبلومة يتبسط. والسلام عليكم.